اول فيديو بالقناة كان يشرح الداون فورس، شرحه كان خايس وارجوكم لا حد يدور دفاتر عدتك ويشوف اول فيديو بقناتي ويتنمر علي. راح اعيد الموضوع بشكل افضل. السيارة من يردون يثبتونها بالقاع وهي تمشي، يقدرون يسوون هذا الشيء بعدة طرق. تقدر تشد ابن اختك جوا السيارة حتى يصير ثقل بالاسفل وتثبت، او ممكن تحط مراوح جوا السيارة حتى تسحب هواء تلطش السيارة بالقاع، وهذا النظام حقيقي مو شقة ويمكن اشرحه بفيديو. او ممكن تخلي الهواء يدفع السيارة للاسفل وتثبت، وخلها تفصل بهاي الطريقة لان هي الاكثر انتشارا من ابن اختك والمراوح. من تمشي بسرعة وتطلع ايدك من الجامة تحس ايدك ترجع لي ورا، اذا الهواء قادر على دفع الاجسام، وهذا باعترافه كان معلي. وبما انه يقدر يدفع فاحنا نقدر نخليه يدفع السيارة للاسفل وبالتالي نحصل ثبات. عندك مقدمة السيارة مثلا تجي مائلة بزاوية معينة، فالهواء من يضرب المقدمة يدفعها باتجاهين، الاتجاه الاول اللي ورا والاتجاه الثاني للاسفل. فما دام قدرنا نخلي الهواء يدفع السيارة للاسفل يعني حصلنا على داون فورس او قوة سفلية، ونقدر نزيد الداون فورس باضافة اي جسم مائل بدرجة معينة وبتصميم معين للسيارة مثل السبويلر او الرير وينج، هم راح يضرب الهواء ويرجع لي ورا وينزله للاسفل ويصير داون فورس نفس الحالة الاولى بالضبط. بس وقف انا قلت لك الهواء يضرب السيارة يدفعها باتجاهين، الاتجاه للاسفل عرفناه يسوي داون فورس، زين الاتجاه اللي للخلف شو يسوي؟ التكملة بالجزء الثاني من هذا الفيديو، واللي هم راح يكون موضوع شرحته بثاني فيديو لي، وهم كان الشرح خايس وادري بك راح ترجع تشوفه وتضحك علي ادري. وبالنسبة للمهرجان راح يصير بالنجف يم معرض النجف الاشرف الدولي اللي راح تكون به جوائز لبعض المشاركين والجمهور، راح يصير بيوم الجمعة 24/2، واهل السيارات المميزة شاركوا حتى يصير تجمع يليق بينا. انا مو ابو التجمع بس راح اكون موجود هناك حالي حالكم. يلا see you there.